الوجع بتاع المغص الكلوي بيبقى شديد جدا، والحصوات والأملاح ممكن يجوا لأي حد. شوف الفيديو ده واعرف ازاي تحمي نفسك، ولو عندك أملاح أو حصوات هتعرف ازاي تتعامل معاهم بالشكل السليم لحد ما المشكلة تتحل بإذن الله. ناس كتير جالهم وجع في الجنب مع حرقان في البول على الأقل مرة في حياتهم، وفي عدد مش قليل منهم جاله حصوة على الكلى، ووصفوا الألم إن ده من أشد أنواع الألم اللي ممكن الإنسان يحس بيها. طب إيه هي حصوات الكلى وإزاي بتتكون؟ إيه الأعراض؟ وإمتى الموضوع يكون خطير ومحتاج تدخل سريع؟ السلام عليكم، معكم دكتور إبراهيم. حصوات الكلى ببساطة هي تكتلات صغيرة بتتكون داخل الكلى، وبتكون عبارة عن أملاح ومعادن موجودين بشكل طبيعي في البول. لكن اللي حصل إن المواد دي بدأت تتجمع مع بعضها وتكون بلورات صغيرة، واللي بيتم وصفها بوجود رمل على الكلى. ومع الوقت البلورات دي أو الرمل ده بيتجمع مع بعضه ويبدأ يكون الحصوة. في بعض الناس الحصوة دي ممكن تفضل موجودة سنين بدون أي أعراض طول ما هي ثابتة في مكانها، لكن المشكلة بتحصل لما الحصوة دي تبدأ تتحرك وتنزل في مجرى البول، وممكن تعمل انسداد سواء جزئي أو كلي وتمنع نزول البول. حركتها في مجرى البول هي دي اللي بتعمل الألم، ولو حصل انسداد بسببها يبقى الألم شديد جدا. طب ليه الحصوات بتتكون أصلا؟ أشهر سبب هو قلة شرب المية، سواء كان الشخص بيشرب قليل في العموم أو كان بيفقد سوائل كتير ومش بيعوض الفقد ده بالقدر الكافي. والفقد ده بيكون عن طريق العرق، يعني مثلا لو حد كان شغال في الشمس طول النهار ومش بيعوض السوائل اللي هو عمال بيفقدها، تمام؟ أو لو حد كان مريض وحرارته عالية، فالحرارة العالية دي معناها فقد أكتر في السوائل عن طريق العرق برضه، تمام؟ ومش بيعوض السوائل دي بالشكل المناسب. أو لو حد اتمرن تمرين عنيف وجري كتير وعرق كتير وبرضه معوضش السوائل دي. مع فقد السوائل الكتير الجسم مش بيكون فيه كمية كافية من السوائل، فبيحافظ على السوائل جواه فمش بينزلها في البول، فالبول بيبقى مركز أكتر من الطبيعي، فبتزيد فرصة تجمع الأملاح والمعادن اللي بتكون الرمل ثم بعد كده الحصوات. تاني أشهر سبب إن الشخص يكون بياكل أو بيشرب حاجات معينة بشكل كتير بتساعد على تكوين الأملاح والحصوات، زي السبانخ واللب والمكسرات والشاي التقيل والكاكاو والشوكولاتة والمخللات والشيبسي. أو إن الشخص يكون بيستخدم دايما ملح كتير في الأكل بتاعه، أو بياكل لحوم حمراء كتير، أو بيشرب مشروبات غازية داكنة كتير اللي هي بتحتوي على كمية عالية من الفوسفور. وكمان لو بنشرب عصاير مصنعة كتير أو مشروبات طاقة كتير. طبعا حضراتكم لاحظتوا من الكلام إن الحاجات دي مش بتكون أملاح وحصوات في العادي إلا لو كانت بكميات كبيرة، أو إن الشخص مش بيشرب كميات كافية من المية، أو في بعض الحالات المرضية المعينة، واللي هنتكلم عنها في النقطة الجاية. النقطة اللي بعد كده إن في ناس بيكون عندهم استعداد وراثي، يعني جسمهم بيكون حصوات بسهولة، وكمان مع بعض الأمراض وبعض الأدوية بيزيد خطر الإصابة بالحصوات. برضو من الحاجات اللي بتساعد على تكوين الأملاح والحصوات وكمان ممكن تساعد في إن يحصل التهابات في مجرى البول هي حبس البول فترات طويلة. دي حاجة غلط جدا. نتكلم بقى عن أعراض حصوات الكلى. أشهر عرض هو الألم، وبيكون شديد جدا، وبيكون في الغالب في الجنب، ممكن يكون في أسفل البطن أو في الفخذ، لكن مش دي الأماكن الوحيدة، ممكن يكون في أماكن تانية، وبيجي على شكل موجات، بيزيد جدا شوية وممكن يهدى شوية، لكن مش بيختفي خالص. والألم بيتراوح من إنه يكون بسيط في الأول محتمل لإنه ممكن يكون شديد جدا، وبيكون شديد جدا دي مش مبالغة، ده بيحصل فعلا. طبعا بيحصل حرقان في البول، ممكن غثيان أو قيء، وبيحصل برضو إن الشخص بيحس إن هو عايز يدخل الحمام بسرعة لكنه مش عارف من شدة الألم، ولو دخل الحمام مش بيعرف يعمل حمام. وفي بعض الحالات ممكن يبقى فيه دم في البول. وفي بعض الناس اللي الموضوع مزمن متكرر معاهم ممكن ينزل عندهم حبيبات صغيرة في البول عاملة زي الرمل أو زي الحصوات الصغيرة. طبعا الأعراض دي لو حصلت لك لازم تتوجه للطبيب فورا، وما تعملش التصرف الخاطئ اللي ناس كتير بيعملوه، وهو إنهم ياخدوا حبوب مسكنة، ولما الموضوع يزيد أو يكتر معاهم ياخدوا حقن مسكنة. دي كارثة. لازم تتوجه للطبيب فورا عشان يقيم حالتك ويأكد لك هل دي أملاح في البول فعلا ولا معاها التهابات ولا لأ، ولو هي أملاح إيه نوع الأملاح، ويوصف لك العلاج المناسب، ويأكد التشخيص هل هي أملاح فعلا ولا هل هي تشخيص تاني أصلا ومش أملاح في الكلى أساسا.
لكن اوعى تاخد حقنة مسكنة وتتجاهل المشكلة. طيب الدكتور بيشخص الحصوات ازاي؟ أول حاجة بيسمع من حضرتك الشكوى ويسألك على بعض التفاصيل فيها، وكمان بيكشف عليك ويحدد مكان الألم بالظبط، وعلى حسب شدة الأعراض وحسب حالة حضرتك والإمكانيات المتاحة ممكن يطلب أشعة مقطعية أو سونار على البطن والحوض. ممكن يطلب طبعا تحليل بول، ولو شاكك إن في التهاب ممكن يطلب مزرعة بول، ممكن يطلب صورة دم على حسب تقييمه لحالة حضرتك. وبناء على نتيجة الأشعة والتحاليل دي ممكن الطبيب يكتفي بيهم ويوصف العلاج المناسب لحضرتك، أو ممكن يحتاج تحاليل أكتر أو أشعة أدق على حسب الحالة. وفي بعض الحالات لو في حصوة نزلت في البول، أو لو تم تفتيتها ونزلت أجزاء صغيرة منها في مجرى البول، ممكن نحتاج نعمل تحليل للحصوة دي. العلاج بيكون إيه؟ بعد تأكيد التشخيص فالعلاج بيختلف على حسب هل الموضوع مجرد إملاح بس ولا في حصوة أو حصوات، فبيعتمد على حجم الحصوة ومكانها وشدة الأعراض، وهل في التهاب أو عدوى بكتيرية ولا لأ، وهل وظائف الكلى مستقرة ولا اتأثرت. فالعلاج بيتراوح من إن ممكن نكتفي بشرب مية كتير بس، إلا إننا ممكن نستخدم مسكنات أو فورات أو أدوية تساعد على نزول الحصوة بشكل أسرع. ده كله في حالة إن الموضوع بسيط. لكن لو الحصوة كبيرة والطبيب المسالك قرر إن هي مش هتنفع تستنى لأن هي مش هتنزل لوحدها وعاملة لنا مشكلة، فالموضوع في الغالب في الوقت ده بيحتاج تدخل جراحي أو تفتيت. ولو في عدوى بسيطة الطبيب ممكن يوصف مضاد حيوي، ولو مش بسيطة الطبيب ممكن يحتاج يعمل مزرعة بول. وفي بعض الحالات بتحتاج للحجز في المستشفى، ممكن كمان في الحالات الشديدة قوي الموضوع بيحتاج رعاية مركزة. شفت الموضوع ممكن يكون مش بسيط خالص ازاي؟ واللي بيخلي الموضوع مش بسيط هي العادات السيئة، ان الشخص يكون بيجيله الحصوات والاملاح دي باستمرار وعمال ياخد مسكنات مسكنات مسكنات، والموضوع يزيد، او يكون ان هو عنده عدوى في مجرى البول وهو مش عارف عشان اخد مسكن وخلاص، والموضوع زاد معاه واتطور ووصلت الامور بيه انه يحتاج للحجز بالرعاية. لكن الموضوع مش بيبدأ ان الشخص يحتاج لحجز الرعاية مرة واحدة، الموضوع بيبقى تراكم. وصلنا بقى لأهم نقطة في الفيديو، نمنع الحصوات ازاي؟ أول وأهم حاجة هي شرب كميات كافية من المية النظيفة، لأن أحيانا المية نفسها بتكون هي مصدر الأملاح، وحضراتكم أكيد عارفين ده. نخلي معانا دايما إزازة مية في الشنطة أو في العربية. وجود إزازة مية جنبك بيخليك متنساش تشرب، أو بيخليك مش محتاج تدور على مكان تشتري منه مية عشان تشرب، يخلي الموضوع أسهل وبتبقى عادة سهلة إنك تشرب مية على طول. برضه مهم جدا نقلل الملح والمخللات، لو نقدر نمنعهم خالص يا ريت. نقلل كمان الأكل المصنع والوجبات السريعة، وناكل خضار وفاكهة أكتر. وعلى حسب نوع الأملاح اللي هتظهر في تحليل البول الطبيب هيطلب منك تقلل أو تمنع وجبات معينة أو أكلات معينة لفترة مؤقتة في الغالب. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل في فيديو لوحده لازم تشوفه. في بعض الناس اللي عندهم استعداد وراثي أو جسمهم بيكون حصوات وأملاح بسهولة، الطبيب ممكن يكتب لهم أدوية تقلل فرصة تكوين الحصوات، لكن ده بيكون في حالات محددة فقط. الأدوية دي مش لأي حد. نقطة مهمة جدا، بعد أول حصوة فرصة تكوين الأملاح والحصوات بتكون أعلى. وأنا مش بقول الكلام ده عشان أقلقك، أنا بقوله عشان أنبهك. لازم تعرف الحصوة الأولانية دي اتكونت ليه، علشان بعد ما نعرف السبب نحاول نعالجه، فالأمور معانا تكون مستقرة أكتر والموضوع ما يتكررش إن شاء الله. في النهاية حصوات الكلى شائعة جدا والوجع بتاعها بيكون شديد جدا، لكن الخبر الكويس إن أغلب الحالات دي ليها علاج، وكمان العلاج ممكن يكون بسيط جدا. وبعض العادات البسيطة ممكن تقلل إن إحنا يجيلنا أملاح أو حصوات، وأهمهم شرب المية بانتظام والتقليل من بعض الأكلات اللي ممكن تكون عاملة لك المشكلة دي. ولو الفيديو ده أفادك ما تنساش تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع اللي بتحبه، وأشوفكم في فيديو جديد.